ممكن تكون بتعرف تستخدم فوتوشوب كويس، بتعرف تعمل قص ودمج وماسكينج وتأثيرات، وبتتفرج على شروحات كتير، بس في الآخر لما تيجي تعمل تصميم من الصفر بتحس ان التصميم بتاعك مش احترافي، مش متظبط كده، مش مريح للعين، ومش شبه الشغل اللي بتشوفه على بيهانس او عند المصممين الجامدين. فبكون قاعد كده مع نفسك وقاعد لوحدك كده، ويجي عندك سؤال مكون من كلمة واحدة: هو ليه؟ والله العظيم ليه؟ واقعد افتكر بقى واقول لك هو ليه؟ هل المشكلة انك محتاج تتعلم ادوات اكتر، ولا المشكلة انك اصلا بتتعلم التصميم بطريقة غلط؟ وفي الفيديو ده هقول لك السبب الحقيقي. خليني اقول لك حاجة مهمة جدا: الفوتوشوب أداة، والإليستريتور أداة، وكانفا أداة، وحتى الذكاء الاصطناعي اللي انت بتستخدمه هو برضو أداة. ولكن خلينا نكون متفقين إن التصميم ذات نفسه مش أداة. التصميم هو إنك تعرف إيه اللي يتحط الأول، إيه اللي يتشال، إيه المهم، إيه اللي العين لازم تشوفه، وإيه اللون المناسب، وإيه الخط اللي بيخدم رسالة، وإزاي تخلي التصميم يوصل الفكرة واضحة في ثواني. وبالعقل كده دي حاجات مش ممكن تتعلمها في فيديو اسمه اعمل بوستر احترافي في 5 دقايق. يعني ايه؟ خلينا متفقين، خلينا نكون صراحة انا وانت. ناس كتير تبدأ تتعلم التصميم بالعكس، حتى انت. ليه؟ اول حاجة الشخص بيعملها لما يجي يتعلم التصميم او الجرافيك ديزاين انه يفتح الفوتوشوب ويدور على توتوريال، يدخل على اليوتيوب يا باشا ويدور ويعمل سيرش على ازاي اعمل بوستر مطعم، ازاي اعمل كارت شخصي، ازاي اعمل بوست سوشيال ميديا، ويفضل يكرر خطوات مرة والتانية ورا حد. والنتيجة هو بيطلع نفس التصميم تقريبا، بس مش فاهم ليه التصميم ناجح. يعني هو عرف يعمل التصميم بس معرفش يفكر، عرف يطبق الخطوة بس معرفش ياخد قرار بصري. ودي أكبر مشكلة عندنا، لأنك لو شلت منه الفيديو أو التوتوريال اللي مشي وراه وقلت له اعمل تصميم جديد يا حبيبي، الفكرة جديدة، هنا تبدأ المشكلة تظهر، وبيبدأ يتوه، مش عارف يبدأ منين، ومش عارف يختار خط مناسب، ومش عارف يرتب العناصر، ومش عارف يخلي التصميم شكله حلو ومتماسك ومنسق. وده لأنك اتعلمت البرنامج لكن ما اتعلمتش التصميم وازاي تفكر كجرافيك ديزاينر. خلينا اديك مثال بسيط: لو انت اديت لشخص كاميرا غالية جدا، هل كده الشخص ده بقى مصور محترف؟ اكيد لا. لازم الأول يتعلم إضاءة، يتعلم تكوين المشهد، يتعلم زاوية التصوير، يتعلم نوع العدسات اللي بيستخدمها، يتعلم ازاي يكون قصة وازاي يدي إحساس من الصورة. نفس الكلام في التصميم. إنك تعرف تستخدم فوتوشوب ده معناه إنك تعرف تمسك الكاميرا وتمسك الأداة، لكن إنك تبقى مصمم لازم تفهم ازاي تاخد قرارات. المصمم مش بيسأل بس اعمل التأثير ده ازاي، المصمم بيسأل هل التأثير ده مناسب، هل بيخدم الرسالة اللي المفروض المشاهد يفهمها، هل هيشتت، هل الجمهور هيفهم التصميم من اول مرة، هل التصميم ده هيبيع او هيشرح او هيلفت انتباه. هنا الفرق الحقيقي، مستخدم الأداة بينفذ، لكن المصمم بيفكر وبعدين بينفذ. طب ايه اللي بتخلي تصميمك شكله عادي او تقليدي او حتى مش جذاب؟ السبب الاول انه مفيش هيراركي. ايه هو الهيراركي؟ اللي هو التوازن البصري. مفهوش ترتيب بصري. ايه التصميم بتاعك مفهوش ترتيب بصري واضح. يعني كل حاجة انت عايزها تبقى مهمة. عايز العنوان كبير، عايز الصورة صاخبة شدة، عايز الالوان بتشد، عايز اللوجو كبير او بيزعق، عايز السعر واضح زياده عن اللزوم، والسي تي ايه عايزه كبير. فالعين تدخل التصميم ما تعرفش تبص فين. التصميم الاحترافي لازما يبقى زي الجيش، في رتب وفي ترقيات، في عنصر رقم 1 وعنصر رقم 2 وعنصر رقم 3، عنصر مهم، عنصر أقل أهمية، ثم الأقل أهمية في الآخر. المشاهد لازم يدخل التصميم ويفهم في ثانيتين 2 الإعلان ده عن إيه أهم معلومة،
هعمل ايه بعد كده. لو العين احتارت التصميم خسر، لو المشاهد معرفش يبص فين اول حاجه ومعرفش يفهم التصميم بتاعك خسر. فلو كل حاجه مهمه يبقى مفيش اي حاجه مهمه. السبب التاني المسافات عندك ضعيفه. المسافات، ودي من اكتر الحاجات اللي بتفرق بين تصميم مبتدئ وتصميم محترف. المبتدئ غالبا بيخاف من حاجه اسمها فراغات، بيحس ان لازم يملى كل حته في التصميم ويحط عناصر كتير، نصوص كتير، ايقونات كتير، زخارف كتير. لكن المصمم الشاطر فاهم ان الفراغ مش مساحه ضيعه، الفراغ بيخلي التصميم يتنفذ، بيخلي الرساله اوضح، وبيخلي العين ترتاح، وبيخلي العنصر المهم يبان اقوى. التصميم الاحترافي مش دايما اللي فيه حاجات اكتر، احيانا التصميم القوي هو اللي فيه قرارات اقل بس اماكنها اذكى. السبب الثالث معانا وهو اختيار الخطوط عشوائي. ناس كتير بتختار الخط علشان شكله حلو، لكن السؤال الاهم، هل الخط مناسب للرسالة؟ هل مناسب للجمهور؟ هل واضح؟ هل مناسب للبراند؟ وهل ينفع يتقري بسرعة على الموبايل ولا لا؟ في فرق يا صديقي بين خط مناسب لإعلان مطعم شعبي، وخط مناسب لبراند فخم، وخط مناسب لكورس تعليمي، وخط مناسب لشركة تقنية إلى آخره. الخط مش مجرد زينة، الخط جزء من شخصية التصميم. وزي ما بنقول احنا في مجال كمصممين، الخط أهميته 90% من أهمية التصميم يكمن في الخطوط. يعني تخيل 90% من التصميم بتاعك في الخطوط. اخترت خط حلو، التصميم بتاعك بقى تصميم احترافي. اخترت خط مش مناسب هتبوظ الدنيا. ده حتى ممكن نفس الكلام يتكتب بخطين مختلفين ويدي احساسين مختلفين تماما. عشان كده اختيار الخط مش خطوة جمالية بس، دي خطوة استراتيجية ومهمة في عملية انشاء التصميم بتاعك. السبب الرابع معانا الالوان. الالوان مش بتخدم الرسالة. في ناس بتختار الالوان عشان عجباها بس، اللي لون الوطن، اللون ده اخترته ليه؟ علشان عجبني. ومعايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في عيب وانت متربي. لكن للاسف التصميم مش معمول علشان يعجبك انت بس، التصميم معمول علشان يوصل احساس ورساله لجمهور معين. الالوان ممكن تخلي التصميم يحسسك انه فاخر، طفولي، تقني، جريء، هادي الى اخره. المشكلة مش ان اللون حلو او اللون وحش، المشكلة اللون بتاعك مناسب ولا لا. كمان لازم أن تفهم حاجة في الالوان اسمها مبدأ التباين، الكونتراست. لو النص عندك مش واضح التصميم هيفشل. لو الخلفية بتاكل الكلام وتحس ان التصميم بيزغل العين برضو التصميم بتاعك خسر. لو كل الالوان بتنافس بعض برضو تصميم خسر، وده ما ينفعش. الالوان بتاعتك لازم تخدم الرسالة، مش مجرد ان هي تعمل دوشة وزغلال العين. فخد المعلومات دي هتفيدك جدا. السبب الخامس، مفيش هدف واضح من التصميم بتاعك. خامس واهم سبب، كتير بيصمموا من غير ما بيسألوا التصميم ده هدفه ايه. هل التصميم بتاعك هل هدفه بيبيع، ولا هدفه يشرح، ولا هدفه يعرف الناس بالشركة بتاعتك او البراند بتاعك، ولا هدفه ان هو يجيب رسائل الناس تدخل على الرسائل عندك تسأل المنتج ده او انت بتعمل ايه. هل هدفه ان انت تخلي الناس تحفظ البوست، ولا الناس تضغط رياكت، ولا تخلي الناس تكون واثقة فيك. كل هدف ليه طريقة تصميم مختلف. ان انت تصمم اعلان يبيع غير ان انت تصمم اعلان توعوي. تصميم براند فخم غير تصميم عرض سريع وشقلب وقلب. تصميم على لينكد ان غير تصميم على تيك توك غير تصميم على فيسبوك. كل منصة ليه جمهورها المختلف عن التاني. وقبل ما تفتح الفوتوشوب اسأل نفسك، مين الجمهور؟ ايه الرسالة الاساسية؟ ايه اهم حاجة لازم يشوفها؟ ايه الاجراء اللي عايزه يعمله؟ وايه الاحساس اللي لازم يوصله؟ لو ما عندكش الاجابات دي غالبا هتعمل تصميم شكله حلو بس ملوش تأثير. طيب يا علي، اتعلم صح ازاي؟ لو عايز تبدأ تتعلم صح ما تبدأش بالأداة، ابدأ بالأساسيات او الحاجات النظري اللي هي ليها دور كبير جدا لما تيجي تتعلم الأداة. هيجي دلوقتي واحد يطلع لي يقول لي يا علي انا دلوقتي اتعلمت الأداة ومتعلم فوتوشوب، هل هتعلم الأساسيات تاني بعدها هتعلم الأداة؟ اقول لك لا، انت كده
متعلم نص الطريق، او انت خدت المعلومات المهمه جدا، انت وفرت على نفسك وقت كبير. روح اتعلم الاساسيات وكمل وطبق على الفوتوشوب. فابدا بالاساسيات. افهم يعني ايه هيراركي، ترتيب بصري. ابدا افهم المسافات، ابدا افهم الخطوط وازاي تختار خطوط صح. ابدا افهم الالوان وبتختار الالوان على اساس ايه، والادوات اللي بتساعدك في استخدام في اختيار الالوان. ابدا افهم التركيب الكومبوزيشن. ابدا افهم الكونتراست والتباين. ابدا افهم الالاينمنت، تناسق الاشكال اللي عندك في التصميم. ابدا افهم التوازن البصري، الفيجوال بالانس. وبعدها اتعلم الاداء كوسيله لتنفيذ الاساسيات اللي انت اتعلمتها. يعني بدل ما تقول ازاي اعمل بوستر زي ده، اسال ليه البوستر ده ناجح، العين بتتحرك فيه ازاي، ليه المصمم اختار اللون ده مش اللون ده، ليه العنوان بالحجم ده، ليه في فراغ هنا، وليه العنصر ده في النص مش عجب. لما تبدا تسال الاسئله دي انت كده بدات تفكر كمصمم. وده بالظبط اللي احنا بنركز عليه في F2A. احنا مش بنعلمك تضغط على زرار وخلاص، احنا بنعلمك تفكر، تطبق، وتفهم ليه التصميم شغال او مش شغال. لان المصمم الحقيقي مش اللي حافظ خطوات، المصمم الحقيقي هو اللي بيعرف ياخد قرار، يعرف يشوف المشكله ويفهم الجمهور ويرتب الرساله ويختار العناصر ويطلع تصميم واضح منظم ومؤثر. ولو انت حاسس انك بتتعلم كتير جدا بس لسه تصميمك مش واصل للمستوى اللي نفسك فيه، ادخل هتلاقي لينك صفحتنا في الديسكريبشن تحت الفيديو، وابعت لنا رساله هنبعت لك فيها تفاصيل تجربه F2A الجايه اللي هنركز فيها على تعلم التصميم بشكل عملي ومنظم، مش مجرد شروحات متفرقه. وخليك فاكر يا صديقي ان الفوتوشوب ممكن يخليك تنفذ، لكن التفكير البصري هو اللي يخليك مصمم. فلو عجبك الفيديو متنساش شير، لايك، سبسكرايب، ونشوفك الفيديو الجاي. سلام.